كان صبي يحتفل بعيد ميلاده الأول. أهداه والداه سيارة لعبة صغيرة أحبها كثيرا، لكن عندما قلبها اكتشف أن اسما آخر مكتوب عليها. شعرت والدته بالحرج وشرحت لهما أنهم لا يستطيعون شراء واحدة جديدة، فاشتروا واحدة مستعملة. لم يلومها الصبي لأنه كان يعلم أن عائلته فقيرة، حتى ملابسه كانت من التبرعات. وعندما تلف حذاؤه لم يكن لديهم مال لشراء حذاء جديد. في المدرسة كان كثيرا ما يسخر منه. عندما كبر قرر تغيير مصيره من خلال تعليم بهدف توفير حياة أفضل لوالديه. قبل في جامعة مرموقة في الخارج، لكن في الوقت نفسه مرض والده مرضا خطيرا، ولتوفير المال اللازم للعملية تخلى عن حلمه بالدراسة وعمل سرا في موقع بناء ليحصل على أجره بسرعة أكبر، حتى أنه وصل به الأمر إلى التسول. بعد تضحيات كثيرة تمكن من الادخار. كان لديه 100,000 يورو، لكن الطبيب أخبره أن مرض والده قد تدهور وأن عملية جراحية عاجلة ستكلف 500,000 يورو. في لحظة يأس رأى إعلانا على الحائط لإنقاذ والده، فوافق على التضحية بكل شيء لجمع المبلغ. أعطى 500,000 يورو لوالديه اللذين غمرتهما مشاعر الامتنان، لكنه لم يخبرهما قط أنه خطر بصحته للحصول على هذا المال. بعد مغادرته عاتبت والدته زوجها لعدم كشفه لهما أنهما في الواقع أغنى عائلة في البلاد، تاركين ابنهما يعاني لسنوات. رد الأب بأنه سيكشف كل شيء بعد عيد ميلاد ابنهما بالتبني، مع أن ذلك اليوم كان أيضا عيد ميلاد ابنهما البيولوجي الذي تجاهله دائما لتقويته. في ذلك المساء اصطحبا ابنهما بالتبني إلى فندق فاخر، غير مدركين أن ابنهما البيولوجي يعمل هناك كنادل لدفع تكاليف علاج والده. صدم الصبي لرؤية والديه في مثل هذا المكان. للوصول إلى حقيقة الأمر اتصل بوالدته التي التقطت الهاتف أمامه في تلك اللحظة وفهم الحقيقة. انكسر قلبه. تذكر أيضا أن الرجل الذي أهانه في موقع البناء قبل أيام كان أحد عمال والده. كان الأمر برمته اختبارا قاسيا. شعر بكراهية عميقة لوالديه اللذين تركاه لأكثر من 20 عاما يعاني من الفقر والإذلال والمرض. فجأة أمره الابن بالتبني أن يصب له النبيذ. بدافع الفضول سأل والده عن سبب تظاهره بالمرض. أدرك الصبي حينها أن والده لم يكن مريضا قط، لقد ضحى بجسده عبثا. في حالة صدمة أسقط الكأس على الأرض. أهانه الابن بالتبني قائلا إنه لن يستطيع دفع ثمن القميص الملطخ إلا إذا شرب كل الكحول. حاول مدير الفندق التدخل راغبا في الشرب مكانه، لكنه قوبل بالرفض. أهانته والدة الصبي أيضا مدعية أنه لم يتعلم الاعتذار قط. أعلن الصبي المكسور أن حتى راتب عام كامل لن يكون كافيا. لم يشتري لهم ملابس، فقد ظن أن زجاجة واحدة لن تمحو ذنوبه، فانتزع زجاجة من الخمر ليشربها. حاول المدير منعه بحجة أنه لا يستطيع الشرب بسبب حالته الصحية، لكن الصبي أجابه أن حياته مجرد لعبة في أيدي الآخرين. نظر إليه الحاضرون بشفقة، ثم ألقى الأب ببطاقة مصرفية مدعيا أنها تحتوي على 5 ملايين يورو. تذكر الصبي كل تلك السنوات التي عمل فيها منذ المرحلة الإعدادية لمساعدة عائلته وكل ما ضحى به من أجلهم، بينما كانت بطاقة بسيطة كافية لكل شيء. طالبه الابن بالتبني بالركوع شكرا له، رفض الصبي لكنه تعرض للضرب. كشف المدير رغبة منه في حمايته عن إعاقته، لكن الابن بالتبني رفض التوقف ومزق قناعه في تلك اللحظة بالذات. أعلن الأب أنه سيتصل بابنه ليخبره أن العملية قد نجحت، لكن رن هاتف في جيب الصبي.